هذا الفيديو يصور بالنهار، فصباح الفل. الساعة دلوقتي 6:30، فكان لازم قليل من القهوة لأن الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه تقيل وعايز شوية تركيز وشوية صحصحة. فلو انت يعني مصحصح ومركز تمام، لو مش مصحصح ومركز اعمل لك شوية قهوة حلوين زي دول كده، علشان خاطر النهاردة هنتكلم يا سيدي عن ال AI في مجال الترجمة. انت كده كده قلقان من الاي اي خلقه، فيعني ما توترش نفسك زياده، واعمل لك فنجان القهوه المتين وتعالى اقول لك ده هيأثر معاك في ايه في مجال الترجمه. ويلا بينا نبتدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعرفك بنفسي، انا اسمي محمد يوسف، بتكلم في الترجمه وكتابه المحتوى، واهلا بيك في حلقه جديده عن مجال الترجمه. حلقه النهارده يا سيدي هنتكلم فيها على موضوع الاي اي في مجال الترجمه، ولا يأثر مش هيأثر، هل في مجالات هتتأثر ومجالات لأ. سؤال يعني مخيف شوية، لأن منطقي إن كل ما هو مجهول بنخاف منه وبنقلق منه. هل موضوع ال AI هيفيد ولا مش هيفيد؟ أسئلة كتيرة بتدور في ذهن أي حد بيفكر يخش مجال الترجمة. وهل الموضوع يعني خلاص هيقضي على الترجمة بشكل كامل، ولا الموضوع فيه كلام؟ فتعالى أقول لك الدنيا ماشية إزاي دلوقتي. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، ايه اكتر القطاعات اللي ممكن تتضرر من الاي اي بشكل عام؟ هقول لك بص، هي ما بتتحسبش كده. يعني ما اقولكش مثلا اصل الترجمه الطبيه تمشي كويس والترجمه التقنيه هتمشي نص نص والترجمه القانونيه هتنتهي وتندثر والكلام الكتير ده. بص، علشان اكون واقعي معاك في الجزئيه دي، كل نوع ترجمه يخضع للعمليه الابداعيه ده يعني في كلام. ده اللي هو ايه، مش هيبقى 100% الاي اي قادر ان هو يعمل فيه حاجه، لان يعني لحد دلوقتي في مشاكل كبيره حتى في جوجل في حته تطوير اللغه العربيه. يعني في حاجه اسمها الليفت رايت والرايت تو ليفت، اللغات اللي هي من الشمال لليمين زي اللاتين، اللغات اللاتينيه. دي سهل ان جوجل يقدر يسيطر عليها شويه في حته الجوجل ترانسليشن والكلام ده. انما بص تلاقي مثلا اللغات الاسيويه واللغات اللي هي بالاحرف العربيه والمشابهه للعربيه شويه، لا دي لسه فيها كلام. خاصه صياغه اللغه العربيه مش سهل خالص، مش سهل خالص ان انت تطلع معاني دقيقه. يعني لحد دلوقتي تبص تلاقي جوجل ترانسليت بيطلع لك مثلا ايه، سوداني اللي هو اللي بيتاكل، يقول لك ايه، تكتب له سوداني يقول لك سودانيز، بيطلعها لك الجنسيه السودانيه. ف ستيل الماشين عامة أو فكرة الذكاء الاصطناعي، أنا بحاول بس أبسط لك في الفكرة، لسه يعني قيد التطوير. طيب التطوير ده هيروح لحد فين؟ هيروح يا سيدي لحد إن الحاجات اللي هي فيها اسطمبة، أو الحاجات اللي هي الفورمات بتاعها سهل إنه يتاخد كوبي بيست، سهل إن هو يتنقل أو يتنقش بالبلدي كده، ده هتلاقيه بيفرمه بسرعة، هتلاقي الموضوع سهل. زي إيه؟ زي الترجمة القانونية. طب اشمعنى الترجمة القانونية على سبيل المثال؟ هقول لك لان العقود مثلا على سبيل المثال، صياغه العقود هي استنباط محفوظه. يعني تحس ان ايه، في يعني رتم ثابت للعقود. التعديلات فيها ممكن تبقى خفيفه شويه طبعا. في انت عارف اي عقد، مثلا احكي لك مثلا عقد ايجار شقه، عقد ايجار عقار بشكل عام. طيب العقار هو واحد واثنين وثلاثه، والبنود بتاعته واحد واثنين وثلاثه، ماشي بالشكل الفلاني، الا ان مثلا بيحصل تعديل في بعض الصيغ، تعديل في بند، في الثاني، في الثالث. وحتى لما بيحصل تعديل فستيل او تبقى الصيغه محفوظه بشكل كبير. طيب وبالتالي دي سهل قوي 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 ان تبص تلاقي ايه الشات جي بي تي، او تبص تلاقي ان مثلا الاي اي التكنولوجي بشكل عام يقدر ان هو يحول الفورمات بتاعت العقود دي خلاص بشكل اوتوماتيكلي. خلاص في صيغ كامله للعقود. في انا بدي لك برضو مثال مبسط، يعني الترجمه القانونيه لا تختصر فقط في صياغه العقود، ولكن انا بدي لك مثال. لكن فكره ترجمه الوثائق، فورمات الوثائق بشكل عام محفوظه بشكل كبير ومستهلكه. طيب ده على سبيل المثال. فالاي اي لما يجي يدوس هيدوس في حاجه زي كده. طيب مش هيدوس في ايه، او ايه الحاجات اللي هتبقى بعيده شويه عن الاي اي ولحد دلوقتي بيحصل لها تطوير؟ هقول لك مثلا السبتايتل او ترجمه الشاشه، الصياغه بتاعتها لحد دلوقتي صعبه. ليه صعبه؟ لان الموضوع بيعتمد على كذا عامل. العامل الاول هو الرياكشنات، او التفاعل بتاع الممثلين على الشاشه. لو انت مثلا بتتفرج على مسلسل او بتشوف مثلا فيلم كرتون، او ايا ما يكن شكل الميديا اللي انت بتتفرج عليه، فيلم وثائقي، الناس اللي قدامك على الشاشه من الرياكشنات بتاعتها بتقدر ان انت تعرف الكلام، بتقدر ان انت تستنبط او تبتدي تفهم هو بيستفسر ولا بيسأل ولا بيلوم ولا بيعاتب، فبتحط الكلمه المناسبه. دي حاجه.
حاجات تانية بتبقى انت شايف ان الكلمة اللي طالعة بالانجلش وانت بتعملها بالعربي مثلا، لا المحتوى نفسه لا ما تتقالش كده، ما تتكتبش كده هو بيقولها بالانجلش كده، بس المفهوم العربي للجمهور العربي لما يوصلوا ما ينفعش ان انا اقول الكلام ده، لازم اوصل الموضوع بمعنى تاني. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا دي كلمه مبسطه، وبحاول ابسط لك الفكره قد ما اقدر. يعني في مثلا حاجه في الانجليش في باب التحفيز يقول لك ايه، جاد سبيد. جاد يعني المولى جل وعلا او الاله على حسب ما تقدر تقول الكلمه يعني. جاد سبيد، فجاد سبيد مش هتترجم يعني السرعه الالهيه، يعني هي بتترجم ايه؟ بتترجم بالتوفيق او بمعنى جود لك، او يعني حظ سعيد او كده. في حاجات انت لازم تبقى فاهم المنتاليتي بتاعت الكالتشر اللي انت بتنقل لها، وفي نفس الوقت تبقى انت شايف الامبريشنز او تعابير وجه الناس اللي بتأدي الدور ده. فانا بدي لك مثال ان الاي اي هيروح قوي او هيطغى قوي على الاجزاء اللي هي ما فيهاش يعني لعب كتير، ما فيهاش شغل كتير، ما فيهاش صياغه، ما فيهاش ابداع، الكلام ده كله هيروح على الحاجات اللي هي الاستنباط الثابته. طيب قياسا بقى انا بدي لك مثال بالسبتايتل او ترجمه الشاشه، ومن ناحيه تانية الجزئيه التانية بتاعت الترجمه القانونيه كمثال للترجمه الجامده اللي ممكن تصاغ بشكل سريع جدا او يتلعب فيها بشكل بسرعه قوي في الاي اي. والمثال التاني للاي اي هيدوخ شويتين 3 4 لحد لما يقدر يلاقي لها حل. ده لو عرف يعني يلاقي لها حل يعني في وقت قصير. ويعني بصراحه يعني انا مش بس اللي بشك، ده كل التقارير بتؤكد لا الموضوع لسه قدامه وقت طويل شويه، خاصه في اللغه العربيه. لان في لغات سهل انها تصاغ، يعني في لغات سهل ان هي نشتغل عليها بشكل سريع، زي ال تي ار او اللانجوج اللي هي ال تي ار اللي هي الليفت رايت، اللغات اللي هي من الشمال لليمين يعني، او اللاتين. لكن اللغات اللي هي زي اللغه العربيه لا، محتاجه شغل تقيل قوي 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 على الماشينز علشان خاطر، او في التكنولوجيز عشان خاطر تطلع مظبوطه. تقول لي طب انا يعني انا عايز اطلع من الفخ ده، عايز اطلع من المربع بتاع الاي اي ده. بص، مفيش حاجه يعني تقدر تقول انها وحشه لسبب، لان النهارده لما الكات تولز اللي هي الكمبيوتر اسيستنت تكنولوجيز او البرامج اللي بتساعد في عمليه الترجمه دخلت على الترجمه، ايه اللي حصل؟ طورت من عمليه الترجمه. الناس استغلتها بشكل كويس جدا جدا. في حاجه اسمها الماشين ترانسليشن بوست اديت، الام تي بي اي، ده اختصار للماشين ترانسليشن بوست اديت، نوع من انواع الترجمه. وده مفهومها او مضمونها ان انت بيجي لك الملف مضروب خلاط من على جوجل اللي هو الماشين يعني، وانت بتعمل له بوست اديت، بتعمل له تعديل علشان تصيغه بشكل كويس. طيب الماشين ترانسليشن بوست اديت والكات تولز، المشكله مثلا ان احنا كنا بنتحاسب بسعر، لكن بقينا بنتحاسب باسعار اقل في وجود الماشين ترانسليشن بوست اديت او في وجود التكنولوجي بشكل عام. هل ده اثر؟ هقول لك والله ما اثرش بالشكل اللي انت متخيله، لان من ناحيه تانية ادى الى ان في عملاء كتير في ظل الاجواء الاقتصاديه الصعبه خلاص احنا هنخفض التكلفه بتاعه مشاريع الترجمه، وكده كده احنا مش عايزين نترجم دلوقتي. لكن في وجود الماشين ترانسليشن بوست اديت انت ممكن يعني ايه ان انت تاخد القرار بتاع الترجمه بشكل اسرع. يعني انت لو هتترجم من الصفر الموضوع كتكلفه عالي جدا، لكن لو في حاجه ستيب في النص كده تطلع لك ترجمه واحد يعدل عليها، او ان الترجمه يكون فيها ريبيتيشنز او تكرارات عاليه وانت يا دوبك بس بتحط الكلمات اللي ناقصه مثلا على سبيل المثال، كل ده ادى الى ان عملاء كتير ياخدوا قرار الترجمه بدل ما يكنسلوا الموضوع خالص. فبالبلدي كده المركب مشيت في وجود الاي اي بشكل خفيف شويه. طيب معنى كده ان تجنب الاي اي مش وحش، يعني اللي هو مش احلى حاجه عفوا، يعني انت مش لازم تتجنب، لازم تتعلم الاي اي تكنولوجي وتتعلم الشات جي بي تي، او تفهم حتى الكونسبت ماشي ازاي. طب قطاعات الترجمه بقى اللي انا محتاج اتعلمها علشان خاطر ابقى يعني في الامان او انا ماشي كويس. طيب انت محتاج تتعلم قطاعات الترجمه اللي رايحه ناحيه الابداع، الكتابه الابداعيه شويه. تقول لي انا مش كده، اقول لك لازم تتعلم، لازم تتعلم. يعني انت عندك الترانسكريشن، الترجمه الابداعيه دي لازم تتعلمها. الماركتنج فيلد، قطاع التسويق لازم تتعلمه. الفاينانس، القطاع المالي لازم برضه تدوس فيه شويه. السبتايتل او ترجمه الشاشه ده اساسي 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 ان انت تتعلم القطاعات ديت.
طبعا كل قطاع بيستلزم صياغة افضل، وكل ما كانت الصياغة محتاجة تفكير اكتر وريسيرشز اكتر وكتابة محتوى عربي ادق واحسن واشيك، اقول لك انا مع فكرة ان انت تروح لي تعلم التخصص ده او القطاع ده. انما الحاجات اللي هي الفورمات ثابتة زي الترجمة القانونية، انت من دلوقتي ممكن تلاحظ ان الصناعة دي بتندثر نوعا ما الى جزئية الترجمة القانونية، او مثلا يعني قطاعات تانية مشابهة. مش هقعد يعني اعدد، انا بس بدي مثال واحد عشان ما توهكش معايا في الفيديو. ان هتبص تلاقي لا، كانت عقود بتيجي دلوقتي ما بقتش عقود بتيجي. مترجمين كتير في الترجمة القانونية بقوا رايحين للاي كوميرس او لترجمة آه، المنتجات اللي هي على المواقع الإلكترونية أو منتجات التجارة الإلكترونية. في ناس راحت لترجمة الألعاب، في ناس شفتت وراحت شوية على الترجمة التقنية أو الطبية. طيب، اللي أنا عايز أقوله لك في الفيديو ده خلاصة إن ما تقلقش من ال AI خالص. ال AI طبيعي جدا إنه يخش ويؤثر، ولكن هيؤثر ليه إيجابياته وليه سلبياته زي أي حاجة في الدنيا. كل ما عليك إن أنت تلتزم بيه، ان انت تحسن اسس الصياغه عندك، تتعلم اساسيات الترجمه بشكل كويس، تخلي عقلك ده منفتح، ما بقاش جامد على حته ان انا لازم انا شغال انا مترجم قانوني. مش خلاص، خليك انت مترجم قانوني، انت مترجم طبي، انت مترجم تقني، انت بتعمل حاجه واحده بس، انت رياض المنفلوطي وبس. اذا انت ديناصور سوف ينقرض سريعا يا عزيزي، وانقراضك يعني هيبقى وشيك. وسبب الانقراض هو ان انت ما بتعملش غير حاجه واحده. لو الحاجه دي لا قدر الله انتهت صلاحيتها او ان حصل لعب فيها او الاي اي طاغى عليها في يوم من الايام، فانت هتقعد في البيت وما افتكرش انت عندك استعداد لحاجه زي كده، او ما عندكش استعداد ان انت تبقى لسه بادئ الكارير بتاعك في الترجمه. بص تلاقي ان شكرا الكارير بيقول لك من بعيد كده باي باي، احنا استعنا بالاي اي بدالك. في نهاية الحلقة يا رب تكون الحلقة كويسة وعجبتك وقدمت لك محتوى مفيد. كل اللي طلبه منك انك تدعمني بس بشير للحلقة عشان غيرك يستفيد ان شاء الله. لايك علشان خاطر نوصل في اليوتيوب لأكبر قدر ممكن من المتابعين اللي يقدروا يشوفوا الحلقة برضو. وتسيب لي في التعليقات انت ايه رأيك في تأثير الاي اي، ولو ليك اي استفسار يخص مجال الترجمة تشرفني بيه وان شاء الله اجاوبك على طول. شكرا جزيلا. محمد يوسف.